هل الAI هياخد مكان المبرمج؟ وإمتى نقول إن هو ممكن ياخد مكان المبرمج؟ وفي ناس ممكن مثلًا تقول لك إن الAI أخد مكان الfront end خلاص وما عادش في الكلام ده، فإيه وجهة نظرك من الكلام ده؟ السؤال ده من الأسئلة الكتير اللي بتتسأل، لكن الحقيقي الAI هو أداة بتسهل على المبرمجين أداء شغلهم. فكرة إن صاحب الشغل مثلا أو صاحب الشركة يشوف إن الAI ده هيبدل المبرمج، أو إن هو لسه حاليا ما وصلش للمرحلة اللي يبدل بيها المبرمج 100%، فما أقدرش أجزم بالكلام ده. لكن ممكن أقول لك إن المبرمج اللي مش بيطور نفسه، مش بيعرف يشتغل بالAI، مش بيعرف يعمل حاجة اسمها prompt engineering أو context engineering، مش بيعرف يشتغل مع الAI كويس، لا، المبرمج ده في خطر حقيقي. ليه بقى؟ لأن صاحب الشغل لما يكتشف إن هو لا، الAI مش هيبدل المبرمج ويرجع يعين ناس تاني، مش هيدور على حد بيكتب كود، هيدور على حد فاهم الكود وبيعرف يخلي الAI يكتب كود، لأن ده بيسرع الإنتاجية. اللي يفرق مع صاحب الشغل هو توفير الوقت والفلوس والمجهود. حاليا في هوجة شغالة إن الAI هيبدل المبرمجين، في ناس بتعمل لها لي اوفس، الكلام ده كله، لكن الحقيقي إن هيجي في وقت والموضوع هيستقر على تخصصات معينة. في تخصصات هتقل أو هيتم إعادة هيكلة المهام أو طرق إنجاز المهام فيها، زي إن أنا مثلا بدل ما بكتب الكود كله من الصفر، لا، الAI بيساعدني في كتابة الكود، أنا بس بحدد الاركتكتشر، بحدد الاستراكشر اللي هيمشي عليه الكود. لكن ما ينفعش الAI يبدل المبرمج في حاجات زي مثلا أنت تعمل السكيورتي، زي إن أنت تحدد السيرفيس ليفل بتاع الويب سايت بتاعك. هل الويب سايت ده هيشتغل مثلا لو 20,000 واحد شغالين عليه في نفس الوقت؟ لو الباك اند بتاعك 20,000 واحد عملوا فيها ريكوست في نفس الوقت، هتشتغل بنفس السرعة والكفاءة؟ الحاجات دي الAI ما يقدرش يعملها.